شباب كتير بيكلموني بيقولوا لي يا دكتورة أنا مش عارف أختار إزاي. أنا دلوقتي خلاص قررت إني أتجوز ومش عارف أختار إزاي. أختار البنت اللي ملهاش أي تعاملات وما بتخرجش من البيت وعندها كده بيتوتية أكتر وبتميل إلى الراحة والرحرحة في البيت يعني، ولا اختار بنت تكون طموحة وبتخرج وعندها علاقات وعندها طموحات معينة عايزة تعملها وكده. مش عارف اختار ازاي. والناس بيقولوا لي لا، خد البنت البيتي اللي تقعد معاك وتريحك، انت تخرج وتبقى مطمن ومرتاح ومش كل شوية تقعد تزعجك وخرجني واعملني وكده. طيب شوف، بالنسبة لموضوع اختيارك للبنوتة يكون بناء على ايه؟ بيكون بناء عليك انت نفسك بتفضل اي نوع من البنات. هتقولي والله طبعا انا بحب قوي قوي اتعامل في الشغل مع البنت اللذيذة الكيوت اللي بتضحك، اللي طول الوقت بقى رايحة جاية زي الفراشة كده في الشغل. حلو، يبقى دي تتجوزها. لا، ما اصل انا لو اتجوزتها ما انا هبقى متضايق، دي انا كده هبقى مش هرتاح من الغيرة، طول الوقت هبقى غيران ان هي بتتعامل مع ناس ومش قادر اسيطر على غيرتي وهيحصل مشاكل. طب ما انت خد بالك، انت لو اتجوزت التانية اللي هتقعد في البيت ومش هتتعامل بالطريقة دي انت هتتعب. ليه هتعب؟ ليه؟ لان هي دي مش مودك، ده مش تفكيرك. انت عايز كده واحدة تقعدها في البيت وانت تعيش، ده كده غلط وحرام. هتدخل في دايرة الغلط اللي لا يحمد عقبها بعد كده. انا مش بتجوز الست اللي تقعد في البيت تربي العيال وانا بعد كده انطلق واشوف الدنيا فيها ايه. مفيش مشكلة، احنا بنراعي الادوار وبنراعي فعلا ان الزوجة لازم يكون عندها البيت رقم واحد، لكن الطباع هي دي اللي بنختار ونفاضل ما بينها. لو انت افكارك متحررة وبتحب النزول والخروج، البنت البيتوتية هتتعب معاك، وهي هتتعب وانت هتتعب، ولا انت هترتاح لشخصيتها ولا هي هترتاح. ولو انت من النوع البيتي الهادي واتجوزت بنت شقية وطموحة وبتحب تخرج وعايزة تشتغل وعندها طموحات معينة، دي مش الكارير بتاعك. انا هنا مش بتكلم في صح وغلط، مش بتكلم في مين الأحسن ومين اللي مش أحسن، أنا بتكلم في اختلاف طبائع. انت عايز ايه؟ حدد شخصيتك انت الأول ونوع البنت اللي بترتاح معاها في المعاملة واللي بتفضل الحياة معاها، مش البنت اللي انت متخيل انك هتتجوز وتركنها في البيت وانت تعيش حياة متحررة ومنطلقة. انت كده بتفكر بالطريقة الغلط، ولا انت هترتاح ولا هتريح البنت اللي هتعيش معاك بعد كده. اختار المناسب لشخصيتك واللي انت بتحب تتعامل معاه علشان ترتاح وتريح. لكن نظرية ان انا اخدها هادية وطيبة وتقعد في البيت عشان اكون انا مطمن وما غيرش عليها، وانت يكون عندك طبع مختلف تماما، انت بتحب التحرر انت كده مش ترتاح، وهي كمان مش هتبقى انت بالنسبة لها الشخص المناسب اللي يعيش معاها. فاختار يا ابن الحلال حسب مودك وحسب شخصيتك، ملكش دعوة بالناس بتقولك ايه.